هل ممكن نبدأ ثروة ب10 جنيه بس؟ الإجابة الصادمة بس مش بالطريقة اللي في دماغك. أهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة فؤاد، وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. خلينا أكون صريحة معاك، مفيش حد بقى غني لأنه كان معاه 10 جنيه، لكن في ناس كتير بقت غنية لأنها عرفت تبدأ من رقم صغير جدا وتكبره كمان. زي مين؟ زي هاورد شولتز. الراجل ده كان شغال موظف عادي جدا، ولما حب يطور ستاربكس بدأ بفكرة صغيرة جدا، إن القهوة مش مجرد مشروب، دي تجربة. الفكرة الصغيرة دي بقت إمبراطورية بمليارات. أو زي أوبرا وينفري، بدأت من لا شيء تقريبا، لكن استثمرت في نفسها وفي صوتها وفي قصتها. اللي بدأت من الصفر دي بقت واحدة من أغنى وأقوى الشخصيات في العالم. طب إيه علاقة ده بال10 جنيه؟ العبرة مش في الرقم، العبرة في الطريقة. 10 جنيه ممكن تشتري بيهم حاجة وتبيعها. 10 جنيه ممكن تبقى بداية مشروع صغير، وال10 جنيه ممكن تبقى إعلان يجيب لك أول عميل. بس الأهم إنك ما تصرفهمش، تدورهم. في كتاب الأب الغني والأب الفقير، الكاتب بيقول إن الأغنياء ما بيشتغلوش عشان الفلوس، الفلوس هي اللي بتشتغل عشانهم. يعني إيه؟ يعني أي جنيه معاك لازم يشتغل، ما يتصرفش. في كتاب العادات الذرية لجيمس كلير كان بيشرح فكرة خطيرة جدا، إن التغيير الصغير لو استمر بيعمل نتيجة ضخمة جدا. يعني 10 جنيه النهاردة، 20 جنيه بكرة، 40 بعد، ومرة في مرة هتتفاجئ إنك بقيت حاجة كبيرة من لا شيء. الثروة مش بتبدأ برقم كبير، الثروة بتبدأ بعقلية. لو عرفت تشغل 10 جنيه هتعرف تشغل 1000 وال100,000 والمليون. السؤال الحقيقي مش معاك كام، السؤال الحقيقي انت بتفكر ازاي. اكتبلي في الكومنت لو معاك 10 جنيه هتبدأ بيهم ازاي. أنا نهلة فؤاد، دي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. وأشوفكم الحلقة الجاية.